مثل ما بتعرفوا وله كل ستايلاته، يعني ثياب، ميك اب، شعر، حجابات، شوز، كل شيء. بس حتى كمان ضفيرنا لهم حصة كبيرة من اهتمامنا. اليوم رح فرجيكم شو الالوان الدارجة لتحطوها على ضفيركم بدون ما توسخوا ايديكم وتشرغموا الدنيا. انا بعتبر انه ضفير البنت هن الواجهه يلي بيطلع عليها الشخص. بتجيبوا فازلين، تاخدوا كميه قليله وبتحطوها حوالين ضفيركم كلهم. ليه؟ الفازلين رح يحمي هاي المنطقه يلي نحن ما بنحب يجي عليها فيرني. هيك ما بيجي عليها فيرني، يعني اذا انتم حابين بالبيت تحطوا لون معين بتحطوه، واذا طب حوالين ضفركم بسهوله فيكم تقوموهم. ومش بس هيك، الفازلين كمان كثير مهم للحم الميت. يعني اذا مش حابين ضلكم بالانستيتيوت وكل شهر عم تعملوا باديكير ومانيكير، فيكم تعتمدوا على الفازلين. بيطري الضفير الايدين وبيعطي لمعه للضفير، وحتى كمان فيكم تستعملوه كنوع من المرطب على وشكم، على ايديكم، على جسمكم، وحتى لرجليكم. تاني نصيحة لليوم، إذا بدكم تحطوا فيرني بشكل كتير مرتب ويطلع كأنكم عاملينه بالانستيتيوت، لازم قبل ما تبلشوا بالفيرني تحطوا بيس كوت. تاخدوا البيس كوت وبتحطوه على ضفيركم قبل ما تبلشوا بالفيرني. أنا اليوم اخترت لكم هيدي المجموعة من سموي، كتير بحبهم، ألوان مود وكتير دارجين للشتوية. مرحلة من بعد ما تحطوا اللون على ضفيركم، شو لازم تحطوا؟ لازم تحطوا التوب كوت يلي بيكون كويك دراي وفي لمعة كمان للفيرني، بيعطي لمعة للفيرني. وإذا بدكم تساعدوهم على إنهم ينشفوا أكثر، مع الكويك دراي بتشروا الزيت المناسب لضفيركم وبتحطوا نقط كتير صغيرة على كل ضفر لحتى ينشفوا كتير بسرعة ويضاينوكم لفترة كتير أطول. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار ما تنسوا تسألوني إياه بخانة التعليقات اللي موجودة تحت. سبسكرايب لصفحتي على اليوتيوب وفولو مي on سناب شات، انستغرام وفيسبوك. باي.